صباح السعادة والسكر الزيادة. عملت لكم النهارده وصفة لعشاق البطاطس، هتحبوها قوي. حاجة كده مقبلات تنفع لسندوتشات الصبح في الفطار أو جنب الفطار، تحبيشة كده من البطاطس وعليها شوية توابل كده خطيرة. يلا بينا هنبدأ الوصفة ونشوف معانا ايه. معايا 3 بطاطسيات متأكدة ان هما بتوع شيبسي وتحميرهم حلو جدا. هقطعهم كده واغسلهم غسلة نظيفة من أي رواسب فيه أو من أي طين فيه. وهبدأ ان انا اجيب شيبسي. عايزة بقى تقطعيها بالسكينة، قطعها شيبسي. عايزة تقطعيها بالسكينة، عايزة تقطعيها يعني بالمكنة أو بالكبة، براحتكم. هم اللي انا عايزه تقطيع شيبسي مش رفيعه قوي ولا تخينه قوي. انا عندي البتاع الصغيره دي بقطع عليها الشيبسي بيديني سمك حلو قوي، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. كمان معايا هبدا بقى ان انا اسخن الزيت في المرحله دي واحمر البطاطس. طبعا اتعورت يعني مفيش لا محاله يعني من من البتاع دي بتعورني قوي بجد. كمان هجيب بقى عودين من البقدونس او الكزبره الخضراء، وهجيب بصلايه وسط هقطع البقدونس قطع كده، هفرمه زي ما كاني بقطعه للمحشي بالظبط، وهحطه في جنب. وارجع كده اجيب بصلايه اقطعها جوليان، اللي هي او تقطعيها قطع صغيره براحتك، برضو التقطيعه دي حاجه ترجع لك انت. ادي البصلايه هقطعها كده سلايزات كده رفيعه برضو مش تخينه قوي. وهابدأ برضو ان انا احطها في جنب كده لحد ما اخلص بقية الخطوات. معايا بقى بولة. هحط ايه في البولة؟ هحط في البولة بتاعتي معلقة هوت صوص، وممكن تحطي مكانها معلقة شطة. تحطي ربع معلقة صغيرة من الكمون، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ربع معلقة صغيرة من البابريكا، وهحط ربع معلقة صغيرة من هريسة الشطة الباردة او السبايسي براحتكم. الزيت سخن هبدأ انزل فيه البطاطس واحدة واحدة. ويلا بينا نعمل في البولة الخلطة بتاعتنا الجبارة. ملح، هوت صوص بديله كاتشب لو مش عايزة هوت صوص، فلفل اسود، كمون، بابريكا، وهحط ربع معلقة صغيرة من هريسة الشطة سواء باردة او سبايسي براحتك. هحط عصير ليمونة كاملة تكون كبيرة، يعني عايزة معلقتين كبار مليانين من عصير الليمون. وهقلب كل ده مع بعضه كده وهحطه في جنب لحد ما البطاطس تتحمر. هنشوف هنمكس كل ده مع بعضه ازاي. وصفة بسيطة وسريعة تنفع في الفطار وتنفع في العشاء وتنفع طبق مقبلات جنب الغدا. لو عاملة عزومة وعايز تعملي أطباق مقبلات مختلفة تقدري تعملي البطاطس دي خطيرة وهتعجب كل اللي هياكل منها. يلا نجيب بولة كبيرة ونحط فيها البطاطس بتاعت الشيبسي اللي احنا حمرناها. وهبدأ ان انا احط عليها البصل، وهحط عليها البقدونس المفروم، وهحط عليها الخليط اللي احنا عملناه اللي كان عبارة عن معلقة هوت صوص، ربع معلقة صغيرة من هريسة الشطة، معلقتين كبار عصير ليمون، ملح، فلفل، كمون، بابريكا. وهقلب كل ده مع بعضه وهحطه في طبق التقديم. هحط جنبه عيش كده متقطع زي ما قلت لكم انا كنت عاملاها في الفطار، فكانت حلوه قوي. طعميها بقى سخنه مع كوبايه شاي خطيره، هتعجبكم جدا وهتعجب كل اللي هيدوقها وكل اللي هياكل منها. هابدأ بقى إن أنا أقدّمه كده وأحط جنبه العيش وساندوتشات تحفة وجميلة وشوية طحينة كمان لو عندِك، وهتبقى حلوة أوي. يا رب الوصفة لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. ولو بتتفرجي على الوصفة دي على الفيسبوك اعملي شير ليها عشان الكل يستفاد منها. وانتظروني في وصفات حلوة جاية كتير. كنت معاكم الشيف هبة شيحة من قناتي على اليوتيوب مطبخ هبة شيحة. دمتم بألف خير وأشوفكم على خير ومع السلامة.